السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا دكتور، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا وسهلا. الصوت واضح؟ الحمد لله أنا بخير. عليكم السلام. دكتورة منى أهلا وسهلا. وعليكم السلام. صباحي؟ العصر قرب يأذن يا دكتورة، معقولة؟ يسعد كل أوقاتك إن شاء الله. أهلا وسهلا. آم، هلا معتصم. طيب شباب، نبدأ بالقرآن إن شاء الله. الأسبوع ده بس الواحد انشغل شوية، بس إن شاء الله هنعوض. والأسئلة الحمد لله في أسئلة اكتملت، أسئلة الكروت، لكن الناس ما بتحب الكروت. عليكم السلام ورحمة الله. طيب المقدمين قست، أنت هتقرأ يعني القسط هيطلع أول بيقرأ قرآن، فهل أنت هتقرأ قرآن يعني؟ عليكم السلام خالمتها. السلام عليكم. مرة أقول لي شنو؟ السلام عليكم. نسهلك. عليكم السلام ورحمة الله. طيب والله يا هاشم، يعني يا ريتك فضلت بتعليقك بتاع أسألينا ده، يعني يا ريتك. السلام عليكم. السلام عليكم. شتي من عندي يا جماعة، أنا سامعة مختصم كويس. طيب أهلا يا عبد الله، تقرأ ولا؟ مرحبا. الشبكة عندنا شوية ضعيفة لكن نحاول.
السلام ورحمة الله. هبة، كيفك؟ أهلا وسهلا فراس. شكرا يا هبة. يا عبد الله، شكرا شكرا هبة. معانا؟ السلام عليكم. فيش يا عبد الله؟ الكتاب قدامك. معتصم، الله يخليك يا هبة، شكرا. مرحبا. اقرأ ما تيسر يا معتصم. أنا شيرت لعمار وأبو هريرة، شكلهم مشغولين. آه، نون يا نون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحان الله، أشهد أن لا إله إلا الله. جزاك الله خير يا معتصم، في ميزان حسناتك يا رب، ميزان حسنات السامعين. طيب، نشفعكم بكيفكم ولا بالغصب؟ هناخد أسئلة ومداخلات لأنه أنا شوية كده تعبانة. فاطمة جاية تسأل عن المسابقة، أنا متأكدة يا فطوم. يا هلا، والله ما جاي عشان مسابقة. لا، ما بكرة المسابقة. والله ما عارفة إنه بكرة دقيقة مسابقة سهرة. والله. سبحان الله. النية بس. مم. طيب، بما إن فتحنا مم. الموضوع، يوم الجمعة بيكون فيه مسابقة مقابل مم. جائزة مالية للناس اللي أول مرة تدخل اللايف. إحنا المفروض إنه كان نراجع طول الأسبوع، لكن يلا حصل كده. المايسترو، أوكي تمام. وين أنت؟ طيب جاي يفتش في قارئ. تفضل فاطمة، عايز تقولي حاجة؟ لا لا، سلامتك. تفضل يا مايسترو. اتفضل اقرأ. أيوه، أنت عايز تقرأ؟ المايسترو، أنت كاتب تعليق ممكن أقرأ قرآن. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري لله
قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. شكرا، جزاك الله خير. طيب هتشارك بالأسئلة المايسترو ولا تكتفي بالقراءة؟ والله أسئلة أنا ما عندي أسئلة. شكرا لك. أنا اللي بسألك سؤالين، سواء جاوبتهم صح أو لأ فلك صدقة باسمي. عموما هتشوف معانا، خليك قاعد. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كروت ولا قرعة أحسن؟ ما يختاره الجمهور. السلام. فاطمة، بما إنك انت ذبح الفداء ولا هو المهم، كروت ولا قرعة؟ عليكم السلام. قرعة. والله يكون في سؤال يا اخوان. طيب قرعة. بسم الله. را. طيب بسم الله. عمل يأتي لصاحبه في قبره يوم القيامة، أو في قبره يعني قبل يوم القيامة، يطمئنه عن سؤال ملكين. وآخر شنو ملك؟ آخر حاجة بس شنو؟ عمل يأتي لصاحبه في قبره ليطمئنه عند سؤال الملكين. أوكي. الصلاة. متأكدة؟ ما متأكدة من نظرتك دي. ما انت يا فاطمة، انا ذاتي مستغربة فيك، يعني انت اكتر واحدة انت يا بتكوني قاعدة تحت يا جست. طيب يعني السؤال ده ما لا لاقاه. والله عرفتها، والله صدقة والله كنت عايزة أقول الصدقة تاني، ما أعرف فجأة غير قلت الصلاة الصلاة. على فكرة ذكرت في بعض الأحيان. ما أنا شكيت بين الصدقة وبين الصلاة، فما عارفة في مما قلت لي روايات كثيرة ملكي. ذكرت الصلاة والقرآن، لكن الصحيح هو الصلاة. القرآن. القرآن أيوة. يأتي بهيئة رجل. سبحان الله. أوكي تمام. السؤال الثاني تم في حالتي كنت عايزة أختارك من الفانوس. فانوس صعب يعني. على هذه المرحلة الثانية تحت القرآن، لكن خليك انت مع مو القديمة. مشكلة كده أسئلة، لو ما عرفنا نتثقف. استيتا يا فاطمة استيتا، وأنا عايزة أوديك. ما هي كفارة من فاتته صلاة ناسيا أو نائما؟ رفع القلم عن النسي والقلم والنوم أصلا. آه. مهم. نايم يعني. نايمة وناسي. أوكي يقضيها بس يصليها. 200. يصليها يعني مثلا نام المغرب، نام عن المغرب صح، والعشاء جا هيصلي المغرب أول بعد ذاك العشاء صح؟ الفكرة إنه يصليها حين يتذكرها، بغض النظر عنه، إلا يكون وقت مكروه فيه الصلاة. أوكي لا لكن أنا لو عليك نسيت عليك المغرب، الله. أنا لو نسيت السؤال بس المغرب عشان مع وجهك يعني. خلاص تمام، عدد لكن أنا الشهور بدي أقول حرم حاجة. 6. نعم أنا ولا لو لا؟ نسيت المغرب وجا العشاء معقولة ما حتذكر إني صليت المغرب؟ ما فهم. آه. في ناس ما بيتذكروا. نعم. أوكي طيب.
في ناس ممكن يتذكر إنه أنا فاتتني المغرب بعد ما أجي أنوم بعد العشاء بمسافة كمان، ما شاء الله يعني. فممكن ما يقضيها على فكرة. في وين إذا من الصيدلية يكون والله واصل طوال 60. كذا ما في. في الحديث يقول طيب من شوف عن شوف شوف صلاة 60 أحسن كده تواصل كده. أو نسيها يعني ما في كفارة إلا أن يصليها. ما أيوة يعني يصليها حين يتذكرها يعني طوال يعني. مثلا إذا كان نايم ولا يعني نسي الصلاة ويتذكرها يعني أول ما يذكرها يصليها، يعني ما في كفارة إلا هذه. بالضبط. شكرا يا ريان. خلاص يا إيمان، مش سؤالين. لا أنت عندك 3 أسئلة يا فاطمة، معلش. أوكي. أها. لأنه كترتيها يعني، أنا ممكن النسيان ده. ما ناخد واحدة كترت من لا. فانوس. أي. شوف حظ. شوف يا جماعة دي ركزاتها. يا سلام عليك العافية. السؤال سهل، ما المقصود بفرض الكفاية؟ ركز يا فاطمة. أي مركزة معاك. ما المقصود بفرض الكفاية؟ فرض الكفاية اللي هو يعني فرض معقولة كفاية لكن ما لم لا والله والله طشت يعني ما آه ركزي. صلاة الجنازة مثلا. أيوة ما يعني لو زول عمل الحاجة دي يسقط على الباقين. إذا فعلته أيوة فعله قوم سقط عن الباقين بعض أيوة. القوم سقط عن الآخرين. أيوة بس لأن امشي أنا لما إيمان تركزي. أنا مركزة معاك، لكن والله بس في الصيدلية عشان كده حاولت يعني قدر ما هنا أكون مركزة معاك. طيب بكرة خليك مركزة. بكرة لا ما لا في بكرة ما في تركيز. لا لا إن شاء الله باخد إجازة عادي. أسبوع أصلا. تمام يلا. ريان، نعم. ما شاء الله عليك، تفضل يعني أنت شكلك. طيب إيش أتكلم؟ في سؤال ولا كيف؟ هو المفروض إنه أسئلة بس، ما شاء الله أنت أتوقع إنه معلوماتك كويسة في الدين، فلو عندك مشاركة أو أي حاجة. بإيش يعني مشاركة؟ المحتوى اسمه حملة شارك معلومة دينية، تمام؟ فأنا بشارك المعلومات الدينية عبر الأسئلة. طيب اسألي ونحن نجاوب. أوكي ماشي. طيب ما معنى أنا ترتيل القرآن؟ إيش؟ بشارك المعلومات الدينية عبر الأسئلة. الترتيل. معنى الترتيل نعم. يعني الترتيل يعني قراءة القرآن يعني بتمهل، يعني مع مع يعني هو الأحكام كيفية التجويد. قراءة ولا؟ لا، قراءة يعني مع أحكام تجويد، مع إظهار الحروف، يعني أحكام التجويد. لا، دي مرتبة من مراتب القراءة، عندها اسم تاني اللي هو اسمها يعني مع قراءة أحكام التجويد والمخارج الصحيحة. ما أنا فاهمة أنت قاصد شنو. لكن هي اسمها التحقيق وليس الترتيل. ممكن الترتيل يكون فيه تحقيق، ممكن الترتيل يكون فيه تدوير، ممكن الترتيل يكون فيه حذر.
وكي ترتل بسرعة مع حفاظ على التجويد، وده اللي اسمه حذر. أنا ممكن بص ترتل بطيء أنا أقصد من مع التجويد. الترتيب هو التمهل صح؟ ولا الإسراع؟ هل الترتيل مرتبة من مراتب القراءة أم ما هو الترتيل؟ أيوة نعم، هو من مراتب القراءة، بمعنى هو التمهل في القراءة هو ورتل. عرف بكده، ولكن ده غلط يعني. يعتبره البعض إنه كيفية أو مرتبة من مراتب القراءة، ولكن الترتيل هو كيفية التلاوة. أهلا دكتور شيماء. يعني كيفية تلاوة القرآن بما فيه من صوت، يعني من مخارج الحروف بطريقة فيها يعتبر إنه يعني القارئ بيقرأ حسب صوته، طبعا صوت كويس ولا صوت مم. وسط ولا صوت شاذ. ولكن لا يعتبر الترتيل مرتبة من مراتب القراءة. زي ما قلت لك، مراتب القراءة التحقيق والتدوير والحذر. فأنت كل ما مشيت أسرع، كل ما كان يعني دي مرتبة من مراتب القراءة، لكن مع الحفاظ على التجويد. الترتيل حاجة تانية. الترتيل ممكن يكون في الثلاثة قراءات. أنا وضحت الفكرة ولا؟ أهلا وسهلا دكتور. وضحت. طيب، حركت السؤال التاني أنا أصلا. طيب، ما هو أفضل مرتبة بما إننا تكلمنا عن القراءة؟ ما هي أفضل مرتبة في تلاوة القرآن؟ أفضل مرتبة إحنا قلنا ثلاثة، صح؟ هي 3 ولا إيش؟ أيوة، هي ثلاثة: التحقيق، أنت تقولي التدوير. التحقيق والتدوير والحذر. مم. يعني الحذر أسرعهن، والتحقيق أبطأهن. زي التحقيق. قراءة أو عبد الباسط مثلا، أو قراءة طيب القرآن. والتدوير وسط. الوسط. أغلبنا في الصلاة إلا من رحم ربي يصلي بالتكبير، ولكن في ناس بيصلوا بالحذر، فالله أعلم. يعني يصلي بسرعة. مهم. أكيد يعني ما في خشوع، ما في تدبر معاني، ما في الواحد ما يقدر يخشع لأن الحذر ما فيه تدبر. أيوه. لازم يتدبر، لازم يستشعر أنه في يعني في الحديث يقول إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وهكذا أثنى علي عبدي مجدني عبدي. لازم يعني الواحد يستشعر مثل هذه المعاني والأشياء. وفي الحديث برضه يقال إن الرجل إذا قام يصلي قال إلا قال الله إيش ينصب لوجه عبده ما لم يلتفت في صلاته. يعني لازم الواحد يستشعر كل هذه الأشياء عشان يخشع بالصلاة. مهم. طيب، ما هو أفضل التلاوة؟ أفضل التلاوة أنت ثلاثة. قلتي التحقيق. ليه التحقيق؟ يعني لأنها أبطأ ولما تكون القراءة أبطأ تكون يعني تكون متقن وتكون يعني الأفضل. مم. تمام، أيوة، فيها تدبر وفيها مخارج الحروف بتكون غالبا صح، والتجويد بيكون صح. هو المفروض إنه يكون في تجويد في الثلاث قراءات، لكن طيب أنا عايزة أزيد هنا بس فشلت. تمام، شكرا ريان. ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. ريان السيد. طيب، علي.
عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت ما مهم يا شباب، عليكم الصوت ما السلام مهم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا علي، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، يديك العافية. طيب ناخذ سؤال. نعم. طيب، نهرين موجودين في الدنيا والأصل إنهم أنزلوا من الجنة أو نزلوا من الجنة يعني. ايش؟ نهرين موجودين في الدنيا والأصل إنهم جاءوا من الجنة. فرات. طيب ما في مشكلة، ناخذ سؤال سهل. ثلاثة فضائل الاستغفار. يغفر الذنوب. غفران الذنب، نعم. غفران والدكتور، وسعة الرزق. سعة الرزق، ويدخل الجنة. ليس هناك عمل يدخل الجنة يا شباب. كيف الكلام؟ كلبنا. لا يدخلن الجنة أحد بعمله، هذا صحيح، حديث صحيح، ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا طيب أن ربنا قال يتغمدني الله. طيب في آية ربنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الآية دي نمشي منها وين؟ الأعمال سبب، نعم، يعني أنا ما بقول لك إنه نحن ما نعبد الله خلاص بما إنها هي رحمة الله، الأعمال سبب، لكن أنت بتقدر تتكل على صلاتك، ولا أنت شايف صلاتك دي تدخلك الجنة؟ بينه وبينك، ولا شايف طريقة يعني أدائك للعبادات، بعض العبادات بتدخلك الجنة، يعني نحن بس الله الستر. العبادة إذا كانت بالأداء الصحيحة باتباع السنة وأوامر ربنا سبحانه وتعالى، أكيد يعني حتكون سبب للرحمة يعني. هناك باب للذاكرين الله كثيرا والذاكرات والاستغفار ذكر، ولكن ما في نص بيدل على إنه الاستغفار يدخل الجنة. نعم. طيب من وين جبته؟ فإذا الاستغفار لا يدخل الجنة، ما عندنا نص قرآني ولا عندنا نص من حديث السنة ولا عندنا حديث قدسي مثلا. فأنا استنبطت من من آية في سورة نوح، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم سورة جنات شنو؟ ويجعل. سورة نوح. ما سمعت أنا أنا أظن أنا أخطأت يعني. وين الجنة هنا؟ لا ما أنا أخطأت يعني الجنة جنة الدنيا يعني. ما يعني أنت ليه مصر على كلمة الجنة؟ طيب هو سعة في الرزق، إزالة الهم، يعني يزيدكم قوة إلى قوتكم، والاستغفار بيزيد الجسم قوة وإدراك. الاستغفار بيفرج الهم والغم. نعم. طيب في فضائل كثيرة، يعني أنت مسكت لي في الجنة وقعدتها، ما مشكلة. السؤال الثاني، صورة كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم، دقيقة اكتب اسمك أول، علي آدم. صورة كان يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة يوم الجمعة، يعني هي بلاها كده خطبة. نعم. الناس لو عايز خيارات اطلب، يعني الموضوع ما الليلة ما المسابقة. يا ريت. طيب عندك سورة البقرة، قاف، سورة المزمل. قاف. قاف القرآن المجيد. نعم. شكرا يا علي. تسلم، يديك العافية. إن شاء الله. بارك الله فيك. يا عبد الله. نعم. سامعني؟ مرحبتين.
سامعك هاي. طيب يا عبد الله سؤال. لماذا نردد بعد الآذان؟ يا أهلا وسهلا شيخنا عمار. أخيرا، لماذا نردد بعد الآذان؟ سؤال. ممكن نغير السؤال. لماذا نردد بعد الأذان؟ غالبا لو كتبت في شات جي بي تي هتلقاه غلط، يعني جاب غلط يعني. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. عليكم السلام شيخ عمار. حبايبنا زيك، كيف يا معتصم حبيبنا؟ كيف أمورك؟ يا باشمهندس إيمان. الحمد لله. أنت كيف؟ على فكرة أنت مدير والله لي ب3 صناديق بتاعت مهدئات تصرا عصبي. أنا ما قلت لك أنا جهز حبوبك قبل ما قبل ما تخش في المعركة. رأيت كمية البرودة في الإنسان ده، الحمد لله. الدنيا دوارة يا عمار. والله أنا آخر زول تفوري في الدنيا دي. سبحان الله. ليه البرود؟ لا يعني كيف قدرت توصل المرحلة دي؟ بس وريني. دي ما كده براكتسينج، يعني دي خبرة. هسه لو كنت أنا لو كنت ما عرفتك إلا بعد العمرة كان ممكن أقول دي العمرة وبيت الله وبتاع، لكن أنت كده في كل الأحوال. لا والله الحياة ما بتتطلب يا جماعة، الحياة بتتطلب، لأنه نحن لو بنهيج في أي حاجة نبقى زي نلملم حبوبنا اليوم بكرة حبوب. لا كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيف أموركم طيبين؟ في ناس اتولدوا بالمصران، فشنو القصة دي ما جابت لنا يعني، ما جابت الحياة. لا خلاص، ما عليك ذنب معنا، خلاص عادي، نحن ما تعودنا ذاتنا ما. لكن المفروض الناس اللي عارفة المعلومة دي إنها تاخد حذرها، يعني ليس عن مريض، المفروض إنه أيوة. تعامل راوي، تعامل خاص. استغفر الله العظيم واتوب اليه. الضحكة ولا مستفزة. تفضل يا لمين. انا والله شويه كده لكن جيت اسلم عليكم. ليه يا عمار ما حتقرا لنا يعني؟ كنا عايزين نختم بك. قاس الأسئلة. والله يا اخي طيب. ده هسه بعد اللمين طوال. هتختم هسه لكن؟ هفتح تاني المغرب لأنه عندي مشوار كده. لا تختم خلاص؟ لا تمام، ربنا ييسر امرك ان شاء الله. هفتح بعد كم ساعة يا اللمين، لكن ما مشكلة، خليكم قراب. ولا حنجي بعدين ولا كيف يا عمار؟ والله بعدين. إذا هسه ما كانت ما مشكلة. والله أنا هسه في سكة سفر والله، عرفتي؟ يعني بكون قاعد بعدين كده إن شاء الله الساعة على الساعة 10 المسا كده، 11 المسا، 10 المسا كده، بإذن الله تعالى، بإذن الله بحول. طيب. والله يا مان يحلو، الله يعينك. يطلع عليك. آمين آمين آمين، يعينك جميعا يا رب.
يا لمين؟ أيوة. أهلا وسهلا. الحمد لله. طيب نختار سؤال من القرعة. تعال من كم؟ عايز كروت انت؟ اختار أي رقم. أي. وعليكم السلام ورحمة الله أربعة وبركاته. 4 و8. 4 و8. أنا حطيت الشيء. طيب 4 و8. 4. ما هي الصورة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ صور يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. يعني السورة التي هناك عندنا الناس قبل النوم نعم. آية الكرسي والإخلاص. قل أعوذ برب الناس ولا أعوذ برب الفلق. يعني دي من ضمن الأذكار، لكن في صور تانية. مريم في خيار خيارات الدين. خيار سورة الملك، السجدة، أم جميع ما سبق. السجدة. سورة الملك والسجدة الاثنين. طيب السؤال الثاني. من هم الضالين؟ ما المقصود بالضالين في سورة الفاتحة؟ النصارى، اليهود، أم المسلمين؟ قلت النهار هنا. الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما المقصود بالضالين؟ لليهود والنصارى. عليكم السلام. اليهود ولا النصارى ولا المشركين؟ أهلا يا شهد. لليهود. لا، اليهود مغضوب عليهم، النصارى هم الضالين. يا لمين. شكرا يا لمين، ربنا يتقبل صدقتك إن شاء الله. ناخد آخر شريك عبد الله. مرحبا، عليكم السلام. أهلا وسهلا. الله يحييك يا أستاذة. طيب سؤال عشوائي ولا عايز تختار رقم؟ 3 و7. طيب 3. ما معنى الخراصون؟ قتل الخراصون. شنو؟ معليش عيد السؤال ثاني. الآية التي تقول قتل الخراصون، ما معنى الخراصون؟ قتل قول لها الآية كاملة لو سمحت. قتل الخراصون. لا، الآية كاملة لو سمحتي. ما دي الآية كاملة. إلا الآية قصدك من الآية اللي كلمتين؟ بعدها؟ أيوة. الله أعلم. لا، ما الله أعلم. 7. ما لقيتك الآية؟ نعم؟ ما لقيتك قبل كده؟ لا، ما لقيتني. خراصون؟ ما مستحضرة. هي لا كلها قلت لك ما مستحضرة. زين الآية كاملة ممكن استحضرها. خراصون هم الذين قتلوا، أي بمعنى لعنوا، الكذابون أو الظانون بالله غير الحق. 7. ما هو الذنب الذي يمنع قبول أو استجابة الدعاء؟ ذنب معروف إنه يمنع استجابة الدعاء. ذنب واحد ولا ذنوب؟
الشرك، لا، آه ذنب جاب دليل، حديث عديل يعني. العقوق، عقوق الوالدين، أو قطع صلة الرحم، أو حقوق الإنسان، رد الأمانة. مع كده نحن حنقول الذنوب كلها. طيب هي الذنوب كلها قد تمنع استجابة الدعاء، ولكن دي جاب بنص له علاقة بالتجارة، طيب، أو له علاقة بالقروش. الربا، جربتها. الربا هو نوع من أنواع شنو؟ نعم. النبا كسب مال. ولولا المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. مطففين. يعني احنا بندور حول نفس. طيب هو ده شنو القروش دي أو المال ده شنو عبارة عن شنو يعني؟ لو أنت خطيته في ميزان بتاع حلال وحرام. ما فهمت برضه صراحة. المال عبارة عن مال. يعني أنا لو لما نبيع حاجة وآخد ربحي منها، ما الربا. لما أجي آخد ربح من القمار مثلا أو الربا، آه. وين حلال الحلال وحرام. وين الحرام؟ والله ما قادر أفهمك، معليش يا أستاذ. الربا حرام يعني، وغير الربا حلال. في البيع طيب يعني. إذن أي مال حرام مال حرام، نعم. يمنع استجابة الدعاء. ما هو انا ما قبل قلت لك حقوق الناس الماديه، قلت لك نفس الاجابه منها يعني. الحقوق الماديه ما تخفى يعني. او الامانه، او اكل النصب الباطل، اكل اموال أنت النصب الباطل. بتتعامل يا عبد الله بحاجة جات فيها نص، جات فيها دليل. وأكل المال الحرام قد يمنع استجابة الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسعد، طيب يا انا سعد عفوا، أطيب مطعمك الربا تكن في اكل مستجاب. المال بالباطل. أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أي مكن من حلال. وقال صلى الله عليه وسلم: رجل أجعش وأقبر يطيل السفر ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له. ودي الدليلين على عدم استجابة الدعاء لأكل مال الحرام. ولكن إحنا عندنا دليل تاني على إنه في ذنب من الذنوب قد تمنع استجابة الدعاء، ولا الشرك بالله، ولا الشرك بالله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. رب يتقبل صدقاتكم إن شاء الله. طيب السؤال شنو لو سمحتي؟ السؤال إنه ما هو الذنب الذي قد يمنع استجابة الدعاء؟ مش قد يمنع، لا هو يمنع بما إنه في نص. أطيب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. الله أعلم. تمام. أنا أشوف بعدين إن شاء الله إذا قادرين نفتح. يا شباب عايزين نسلم عليك يا شيخنا. الله المفروض يكون من 11، أقصد من 12 الظهر، بس اتأخرنا لسبب ما يعني. طيب ما دي كلها محرمات، فأكل المال الحرام بس تقول يتيم وربا ومال، يعني المال الحرام بكل صفاته أيا كان انت جايبه من وين، هو يمنع الدعاء. كان في قصة عن واحد من العلماء، أحمد بن حنبل تقريبا أو الشافعي، فدخل لقى الأم ودت ولدها، مرته يعني ودت ولدها لجارتها عشان ترضعه، هي ما كان عندها حليب، فمشي جاب الولد وخلاه يستفرغ.
حرفيا يعني قال له انت نعرف كيف، ولا ده أبو واحد من العلماء، الله أعلم، الله ورسوله أعلم، فأنا ما أعرف بجد. لكن كانوا شوف طفل يعني وبيرضع، خلاه إنه يرجع اللبن، عسى إنه ممكن يكون اللبن ده جاي من ماء حرام، ممكن تكون الأم دي ما أكلت حلال 100% يعني. الله المستعان. هسه السلام عليكم. بس شكله ما فاضلين الليلة. السلام عليكم، كيف الأخبار؟ وما عندي ذنب طبعا، لكن عليكم السلام ورحمة الله. ولا السلام عليكم ده ما علي أنا، معلش أنا شوية كده مركز يعني. لا لك انت طبعا، ما طالع معي قصة غيرك. كيف الأحوال؟ إن شاء الله طيبين يا أخي. الحمد لله بخير. والله عافية ورضا، الحمد لله رب العالمين، بخير وعافية. الحمد لله. في لايف؟ والله بحاول إن شاء الله يكون الساعة 6:30 كده. أنا والله بس يعني داير آخذ مبدأ إنه ما أتسبب بإنه يعني أساهر بواحد أو كده يعني، أو لمس والله أو يساهر مثلا الناس. يعني يعني الناس اللي عندهم صلاه عصر وكده، يعني تحاول انك تراعي كل الاطياف وكل الناس اللي بيشاركوا يعني. لا يعني حتى صلاة الصبح بالتحديد يعني ما عاوز تفوت لي زول بسببي أنا، أو واحد يساهر بسببي أنا. الحاجة الثانية يعني الشيطان له انت مداخل كثيرة، ومن ضمن المداخل بالمناسبة مداخل الخير يعني. فبيقول لي لا أنت بتعمل عمل الطاعة الخير. ذاتها. يعني مداخل الطاعة، يعني يقول لك أنت بتعمل طاعة وأنت بتعمل عمل كويس، وغيرك يعني في ناس بيساهروا في أغاني واشغل. لا يعني اي واحد بعد ده هو يتحمل ذنبه يعني. طيب انت عندك خيارين، يا اما تساهر بم لحد الصبح، وهنا بيفرق التوقيت، فدي مصيبة، يا اما يعني وقت ما اعرف الساعة 6. اول والله كان يعني لقيت انه انا اصلا يمكن انا اساهر، لكن ما اساهر بزول. سبحان الله لقيت كان انا كنت عاوز اقفل دخل شيخ حاتم، فما ما يعني ما لقيت طريقه انه اقفله او كده، فساهرنا والله لحد الصبح انا وشيخ حاتم وخالد باعو. انت توقيتك معانا يعني نفس الشيء مع السعودية؟ طيب مع السعودية؟ لا التوقيت مع السودان نفس الشيء حاليا. ما في الحاجة الثانية هو السهر كويس. ذاته ما له أثر يعني. شوفي في أبيات قال الزمخشري نسبت للإمام الشافعي، أنا لقيتها في ديوان الشافعي، لكن لما تحققت منها لقيتها إنه قايل الإمام الزمخشري يعني قال سهري لتنقيح العلوم، ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس، أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يعني لا يمكن الله إنه أكبر. ما يتلحق يعني. طلعت شاعر يا أستاذ يا شيخنا. لا أنا ما قاعد أكتب يعني. أنا السلام كتبت ورحمة الله وبركاته. انا كتبت يمكن مره او مرتين واعتزلت الكتابه يعني اعتزلتها لاسباب انه كتابه الشعر بتحتاج انك تكون ملم بالقواعد كويس، حتى انه النقاد ما بيريحوك يعني، حتى في المعاني وفي في اي حاجه. فمره كان طبعا عندي اخوي انت عارفاه يعني، يمكن ذكرت قصته قبل كده. وعندي استاذ هو كان نائب مدير المصنفات الادبيه، وكان صاحبي جدا يعني. فكتبت قصيدة قلت ليت الذي
أبكاني هم دنيا لقلت إن هذا من ابتلائي ولكنني أبكي اليوم ذنوبا لم أجد لها في العين مائي. فأول ما قلت القصيدة قال لي يعني أنت أتيت بجواب شرط لم تأتي بسؤاله وبدأت بتمني، فلو أنك قلت لو أن الذي أبكاني هم دنيا، قلت له اسمع لا لو أن ولا ليت. فهو كان ما بيجامل يعني. القصيدة الثانية كان كتبتها يعني أول مرة أنا كنت في بري في مسجد الرحمة، المسجد ده في غرب مستشفى رويال كير مباشرة يعني. يعني مدير شنو رئيس اللجنة بتاعت المسجد قال لي أنت حتصلي بين الجمعة لأنه الإمام ما في كلام، يعني يمكن قبل 15 سنة ولا حاجة يعني. فقلت له خير أنا أصلي بكم لحد الإمام ما يجي، فصليت بهم الجمعة. قال لي لا أنت حتكون الإمام الثابت. يا شيخ الكلام ده ما بيبقى، أنا والله ما إمام ولا أنا زول أستاذ رياضيات بدرس يعني ما لي. قال لي لا صليكم ركعتين تكون إمام. فقمت طوالي كتبت قصيدة يعني قلت يعني بكت المنابر أهلها واشتكت جهله، فهل من عليها كلهم مثلي أم هم المثل. في الحقيقة يعني كانت ألمت جدا إنه زيانة يصلي بالناس الجمعة، يعني صراحة كده ما هضمتها يعني، لأنه في ناس قامات في ناس على مستوى عالي. بعد ذاك نحن بنعرف الفرق بين الخطابة والفرق بين الوعظ والفرق بين الدرس، وكيف إنك تكون ملم لكل الجوانب دي. والغريب إنه استمرت معهم قرابة 10 سنوات أنا بصلي بهم بعد ده كله. انت ليه قلت زي انا كنت ملم بكل الناس اللي في المسجد؟ كيف؟ يعني كنت عارف مقاماتهم الناس اللي قاعدين يعني؟ ايوه انا يعني شايفه انه مثلا كانه انت حكمت على نفسك انك انت اقل علما مثلا، رغم انه كنت كمان عارف انه مثلا. لا أنا بعرف ناس بس ما بيتقدموا، أنا بعرف ناس هم على مستوى عالي جدا من العلم يعني، وأكيد أنا ما أعلمهم يعني، وأكيد فوق كل ذي علم عليم يعني، ولكن هم ما بيتقدموا الصفوف يعني. في ناس حياء، في ناس خجلا، في ناس الواحد بيكون عارف ويش، لكن مما يتقدم الصفوف أي شيء بتروح عليه يعني. تعرف القصة المشهورة بين الإمام اليزيدي والإمام الكسائي في حضرة هارون الرشيد. فصلاة المغرب قدموا الإمام الكسائي، فالإمام الكسائي أخطأ في سورة الكافرون. يعني الإمام الكسائي يعني من أصحاب الروايات، من القراء العشر. الإمام الكسائي من القراء العشرة، ورجل عالم في اللغة العربية، وهو اللي حاور سيبويه وغلبه في المناظرة المعروفة يعني. فحتى هو اللي كان بيدرس أولاد هارون الرشيد. يوم من الأيام هارون الرشيد سأله قال له يعني من أعظم الناس؟ قال له أمير المؤمنين. قال له لا، أعظم الناس من يتسابق أولياء العهد لحمل حذائه. فهو أدب أولاد هارون الرشيد لدرجة إنه خلاهم لما يجي الإمام الكسائي يجروا جري ياخذوا الحذاء حقه أدبا وطاعة له يعني. فهارون الرشيد حسد على الحاجة دي. فالحصل شنو؟ حصل إنه الإمام الكسائي لما قدموه لصلاة المغرب أخطأ في سورة الكافرون. فقام الإمام اليزيدي قال له يعني أنت الإمام الكسائي شخصيا تخطأ لنا في سورة الكافرون يا أخي، معقولة يعني خليت لغيرك شنو؟ ما ممكن سورة الكافرون يعني. فقاموا قدموا الإمام اليزيدي لصلاة العشاء. الإمام اليزيدي في صلاة العشاء أخطأ في سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس يعني ما نسأل الله العافية والسلام، الله يهدينا يعني. يكون في القصة معروفة، في ناس بيكون على مستوى عالي جدا من العلم لكن ما بيطلع يعني. يمكن يكون معلم وأستاذ وشيخ على مستوى لكن ما بيطلع، ما بتقدم الصفوف يعني. فأنا والله يعني أنا يعني بكون في المنبر وبلاقي أساتذتي والمدير بتاع المدرسة يعني ناس اللي قاعدين تحت، وأنا بقول يا أخي كلام غريب جدا يعني. نسأل الله العافية والسلام يعني. جل من لا يخطأ. صح عمر؟
عمر ده من قبالك شغال يصطاد في الأخطاء. عمر قال لك قصة جمعة من دون خطبة. كيف يعني من دون خطبة؟ كيف من غير خطبة؟ بعدين ما كيف قال لازم من- الإمام هو يقول الخطبة صح؟ لا مين اللي قال أنا صليت من غير خطبة؟ هو من قبالك قاعد يصطاد في الأخطاء. الله يعني ما عارفة ماله. لا ما أنا ما صليت من غير خطبة يا أخوي عمر يا أخي. من غير خطبة كيف؟ دي ما تبقى ما جمعة. لعلمك أنا أديك معلومة يعني حتى في سجود السهو من ناحية الجمعة يعني لو واحد جاء لقى الإمام بيصلي في الركعة الثانية يعني فاتته ركعة في صلاة الجمعة عندنا في المذهب المالكي بعد ما يسلم هو بيجيب الركعة اللي فاتته لأنه فاتته ركعة. طيب لو جاء لقى الإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية في صلاة الجمعة، في الحالة دي لما الإمام يسلم هو يجيب 4 ركعات ظهر ما يجيب ركعتين لأنه الجمعة فاتته. فكيف أنا أكون أصلي الجمعة من نعم دقيقة في الجمعة بس يعني صلاة قصدي بالنسبة الجمعة نعم. للرجال بس يعني صلاة الجمعة يعني احنا كده بنصليه ظهر. ما هو لو الإمام رفع من الركعة الثانية معناه الركعتين بتاعت الجمعة انتهت خلاص يعني فاتنك. فأنت جيت بعد ما الإمام رفع من الركعة الثانية فبتقول الله أكبر. هل لما نسلم الإمام أنت حتجيب ركعتين؟ لا يا سيدي أنت تجيب 4 ركعات ظهر. الجمعة باي فاتت خلاص. الجمعة الخطبة صح؟ هي الجمعة في أصلها كان الناس بيصلوا الركعتين أولا زي العيد وبعد ذاك الخطبة. الأصل كان كده يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل كان كده. فجاءت تجارة وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين ويخطب في الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فالصحابة ظنوا إنه الصلاة انتهت ومشوا على التجارة. فنزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا يفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. فخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذهبوا يعني مشي يعني لأنهم كان في ظنهم إنه خلاص الصلاة انتهت ما في داعي يعني ما عليهم إثم يعني. طيب فنزلت الآية دي وبعد الآية دي العلماء أخذوا منها أحكام. يا أخي الكريم أنا بكلمك عن فقه الإمام مالك درسناه وأنا على يقين مما أقول. بعد ذاك إذا في اختلاف ثاني ما في مشكلة. العلماء أخذوا منها أحكام يعني نفس الآية دي ونفس الموقف ده أخذوا منه أحكام. فقالوا طيب على كم تقوم الجمعة؟ بعض العلماء قالوا الناس اللي قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12 فلذلك تكون الجمعة أقل عدد لها 12 شخص. وبعضهم قال لا يعني الجمعة تقوم حتى ولو على 3. وبعضهم قال لا 40 لأنه 40 رجل تقوم بهم القرية يعني القرية تسمى قرية لما يسكنها مثلا 40 شخص تسمى قرية. وده كان اختلاف العلماء كان في الحتة دي يعني. فده نحن درسناه يا حاج عمر لو عندك إضافة ليه كمان نستفيد. أنا دائما بحب أستفيد ما بحب إنه أفرض نفسي أو أقول حاجة. اختلاف علماء ولا اختلاف فقه عشان بس الناس تكون على وعي؟ لا اختلاف علماء. ما طبعا اختلاف العلماء معناه اختلاف فقهي واختلاف مقدر ومنظور ومعتبر وكله صحيح يعني. طيب باقي المذاهب بيقولوا شنو ولا ما عندك؟ المذاهب هو ما في واحد من أصحاب المذاهب قال يا جماعة أعملوا بمذهبي. لا يوجد واحد من أصحاب المذاهب قال أعملوا بالمذهب حقي أنا أبدا. هم بيجتهدوا في استنباط أحكام وفي إيجاد حلول لمسائل فقهية واقعية. ولدرجة إنه الإمام أبو حنيفة طبعا أبو حنيفة النعمان كان من أدهى يعني حتى المقولة المعروفة بتقول كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة. بالمناسبة كل الفقهاء عيال على أبو حنيفة. وقال إذا واحد أراد أن يمدحك يعني مدح فيه ثناء كبير كان بيقول لك أبا حنيفة زمانه. فكان أبا حنيفة أدهى رجال زمانه. فأبو حنيفة وصل مرحلة من الفقه إنه بدأ يعني بالفقه الافتراضي يعني مسائل ما حدثت في الواقع
ويفترضها افتراض، بيقول لو حصل كده فقهيا الحل يكون شنو؟ الإجابة الفقهية تكون شنو؟ فبدأ حتى أغلب مذهبه كان هو المذهب الافتراضي، وهو صاحب المدرسة دي يعني أول من طرق الباب ده في الفقه هو أبو حنيفة يعني. فالناس دي وصلوا مرحلة بعيدة يعني، لعلمه الذين يستنبطونه منكم. يعني قصصه كثيرة ما عاوز أحكي منها كثير، لكن كان من ضمن المعروف كان وردت في كتاب الأذكياء، تقريبا كتبه ابن القيم. ابن القيم يا ربي، كتاب الأذكياء. المهم يعني كان من ضمن القصة إنه كان جاء رجل قال له يا أبا حنيفة، أنا قال له يعني دفنت ذهب ونسيت مكانه. بالمناسبة عنده الأذكياء وعنده الأغبياء يعني، كتبه ابن الجوزي، معلش ابن الجوزي. أنا كان فقام قال له يا أخي أنا والله نسيت الذهب ده، أنا دفنته ونسيت مكانه. أبو حنيفة قال له يا أخي لكن دي ما مسألة فقهية، أنا عشان أبحث لك فيها عن حيلة يعني. قال له لكن والله لا أعلم غيرك، أنا ما أعرف زول غيرك ممكن يحلني من الموضوع ده. قال له خلاص أنت مؤمن بالدعاء، أمشي الليل ده كله صلي وأدعو وتعالي بكرة الصباح خير خير. الرجل مشى يصلي يتذكر الذهب، جري لأبو حنيفة قال له يا أبو حنيفة والله الحمد لله لقيت الذهب نص الليل. أبو حنيفة ضحك وقال له والله لقد علمت أن الشيطان لا يدعك تكمل ليلتك حتى يذكرك، فيا أخي مش كمل ليلك. فهم الجماعة هنا قالوا أبو حنيفة يحتال على الشيطان ذاته يعني. مرة طيبة كده. هذا جاي برا يا حذيفة السلام عليكم. طعمة مسيخة دايرة شغل. حذيفة بيعمل في الغداء. حذيفة معانا؟ يعني كلام طعم. هذا ريمي لحظة. وليش هذا من حد الحين ثاني من كله. ونرجع على السلطة على البداية. طيب نرجع هنا جبالك معتصم قال لك حاجة بس كنت أنا لاحظت لا إنه في الإجازة ممكن تسهر، على أساس إنه في الإجازة ما في فجر وصلاة فجر يعني وصلاة. معقولة؟ هو السهر إذا كان فيما يفيد ما في مشكلة، السهر إذا كان لصلاة لقرآن لعلم ما في مشكلة، لأنه السهر ممدوح بالمناسبة في الأشياء دي. ما في لا في القرآن ولا في السنة ولا في الحكم الناس مدحت النوم، ما في، لأنه ربنا لما مدح عباده قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني الليل كله قليل وبعد لما نيجي الصباح بيستغفروا كويس. ولما مدح عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم بايتين لربهم شنو؟ سجدا وقياما كويس. والآية لما نزلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل، يعني الليل كله بالمناسبة، يعني التفصيل كده يا أيها المزمل قم الليل، بعد ده استثنى من الليل قليل، قم الليل إلا قليلا نصفه نص الليل أو ينقص من النصف قليلا أو يزيد على النصف ورتل القرآن ترتيلا، يعني هي كده، يعني يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فهي إن لك في النهار سبحا طويلة. فقال العلماء إنهم قيام الليل يعينك على النهار، قيام الليل يعينك على عبادة النهار، وأخطاء النهار تمنعك من قيام الليل. يعني الزول اللي يكون قلبه وسخان بالنهار بالمناسبة صلاة الصبح ما بقوم. إذا كان أنا يعني عملت أخطاء بالنهار كثير ويعني تكرر الأمر كذا مرة فما بتقدر يعني صلاة الصبح دي، إحنا زمان كان بنقول حقة الرجال، ما أي واحد بالمناسبة بيقدر عليه يجي المسجد. فالموفق هو اللي بيحافظ على نفسه بالنهار واللي بيدي الليل حقه يعني. وعبادة الليل يعني أو صلاة الليل هي شرف المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث فيها كثيرة، يعني رحم الله رجل قام من الليل فصلى. نعم أنا قلت لك السهر عموما السهر إذا كان للقيام أو العلم. بالمناسبة العلم قدم على العبادة، العلم قدم على العبادة. يعني لما سئل الإمام الشافعي قال العلم أفضل.
قال العلم أفضل من صلاة من صلاة النافلة على حسب ما قال الإمام الشافعي. وعلى حسب ما قال تقريبا الإمام أحمد سئل، يعني قال لو في واحد قدم للموت، يعني حكم عليه بالإعدام مثلا وقدم للموت، فما أفضل عمل إنه يعمله؟ قال علم نافع ينتفع به. قال له هو حيموت، يعني علم شنو اللي ينتفع به؟ يمشي يقرأ، يعني يقرأ عشان يموت، يعني يتعلم يموت كيف ولا شنو؟ فقال علمه يعني تعلمه أفضل من القيام به، يعني انك تتعلمه حتى ولو في اخر لحظه. والامام احمد، يعني معروف الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه ان شاء الله. الامام احمد بن حنبل سئل متى ترتاح يا امام؟ وقالوا انه ولده هو اللي ساله، يعني انت شايفك مجتهد جدا في العلم، لان الامام احمد بالمناسبه كان يقطع المسافات الطويله من اجل تعلم حديث واحد، وكان يكون يعني من الفقر كان حتى يربط أو يلف على رجليه الخرق اللي هو القطع من القماش، وإنه ما كان عنده في البداية، ويذهب مسافات بعيدة جدا بس حتى يتعلم حديث واحد. فالسئل قال له طيب يا إمام متى الراحة؟ أنت حترتاح 200 من العلم؟ قال حينما أضع الصراط خلفي. ما في راحة يعني قبل كده. الراحة الوحيدة لما الواحد يخلي الصراط خلفه يعني. وحتى دي ذات العلماء وقفوا فيها في الأعراف، يعني لأنه بعد تجاوز الصراط إنه في لا بعد ما خلاص، كيف بعد تجاوز هو بعد تجاوز الصراط ما كل الناس حتدخل الجنة مباشر، لأنه في قنطرة وقبل القنطرة دي ما هي الأعراف، يعني إذا صرفت وعلى الأعراف رجال صح يعرفون كلهم بسيماهم، فهم بيكونوا في مرحلة إنه تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، يعني حسناتهم جاوزت بهم الصراط وسيئاتهم منعتهم من دخول الجنة. بيقول الآن في منطقة وسط، يعني في الحتة دي نحن نخالف فيها نزار قباني، مش قال قولي انفعلي انفجري لا تقفي مثل المسمار، مرهقة أنت ومتعبة وطويل جدا مشواري، لا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار. قال يعني أنا ما عاوز أخش فيه. دي مال أخويا أقسم بالله العظيم، كيف يعني؟ هلا يا وليد. ما هو قال لا يعني قولي الحب أو اللا حب فجبن أن لا تختار. أنا طبعا معلش يعني بقرا الشمال وبقرا اليمين، يعني نسأل الله العافية والسلام، والله يهدينا يعني. لا ما شاء الله لقيتك في الشيء ده والله العظيم، يعني المفروض ترجع تشوف الموضوع ده، انت حافظ كلهم. معلش انا قلت يعني ترجع تحيي الموهبة دي. موهبة شنو؟ عمر بشكل عنده تناقض مع الشعر، لك الشعر حرام. لا هو الشعر، منو اللي قال الشعر حرام؟ الشيخ عمر. لا يا عمر، اقرا اشعار الامام الشافعي لما استفتي. الامام الشافعي قال لزمت قبيلة هذيل 17 سنة، كنت انزل لنزولهم وارحل لرحيلهم حتى اتعلم اللغة العربية الصحيحة. وقال علمت حفظ من قبيلة هذيل فقط 10,000 بيت شعر من قبيلة هذيل فقط، ومن ضمنها طبعا أشعار الشنفرة: تبيت بعيد الصبح تهدي غبوغها إلى جاراتها إذا ما الهدية قلتي، ويعجبني أن لا سقوط قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت، فجلت وأبكرت واستبكرت فلو جن إنسان من الحسن جنتي. قال لو الجمال ده بجنن الزولة دي كان جنت من الجمال، يعني جميلة جمال يجنن ذاته كانت تجن من الجمال اللي فيها هي يعني. وقال لزمت قبيلة هذيل وحفظ منها 10,000 بيت شعر. ولما استفتي هو ذاته في الشعر قال لولا الشعر بالعلماء يذري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيد، ولولا خشية الرحمن ربي رأيت الناس كلهم عبيدي. فرد شعر ذاته يعني. لا قطع الزلط. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برضه كان عنده شاعر صح؟ اللي هو كان بيثني عليه قبل الجاهلية، وبعد ذاك قصدي انه كان العكس. هو
يعني كان من الشعراء المعروفين طبعا حسان بن ثابت. لكن النابغة الجعدي يعني كان قال قصيدة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه وقال له لا فضل الله فوق أو لا فضل الله فاك يعني. وكان القصيدة مليانة جدا جدا، يعني قصيدة من القصائد اللي مفترض فعلا تدرس، يعني خليلي عوجا ساعة وتهجر ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرى ولا تجزعا إن الحياة ذميمة فخفا لروعات الحوادث أو قراء. والموضوع كان طويل لحد ما جاء قال بيتين يعني صراحة هم من الحكم المفترض نحن نتعلمهم ونعرف إنه متى نستخدم الحلم ومتى نستخدم غير الحلم. يعني قال كده إن شاء الله أتذكرهم، قال ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر. فالحلم يعني زول الطيبان دائما قال ما فيه خير إلا يكون مرات يكون فيه حاجات تحمي الصفو ده إنه ما يتكدر، يعني الطيبة ذاتها دايرة حماية، والجهل على طول مستمر لا ما ينفع، لابد يكون في حليم. فقال لابد من توازن. لما نوصل البيتين ديل وختم النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا فضل الله فوق وأعطاه بردة، يعني على حسب ما نحن نعرف يعني هدية. فما قال له يا أخي أنت ده شنو اللي بتقول فيه؟ نعم الله عز وجل زكى النبي صلى الله عليه وسلم قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولكن ده ما يمنع انه الناس تاخذ بالشعر اذا كان ده قيل في حضره النبي صلى الله عليه وسلم. واذا كان عمر رضي الله عنه يعني كان يستحسن الشعر وكان يعني يحب شعر زهير بن ابي سلمى، وزهير بن ابي سلمى هو حكيم شعراء الجاهليه بالمناسبه، يعني كان عنده ابياته كلها حكم، يعني اغلب ابيات زهير بن ابي سلمى حكم. وكان من أشهر يعني وإن الفتى يعني وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. يعني قال الفتى الشاب إذا كان عنده طيش أو سفاهة يعني ممكن ربنا يتوب عليه ويهديه، لكن تلقى زول فوق 60 سنة وشيخ وسفيه يشاغل ويداعب ولا قال ده ما في ورجة، يعني ثاني ما في ورجة. وكان عمر رضي الله عنه يستحسن شعر زهير رضي الله، يعني زهير ده كان في الجاهلية يعني. وكان من ضمن الأشياء زهير كان يمدح دائما أهل الفضل ويمدح بالفضل. وكان من الناس المدحهم زهير اللي هو الحارث و ثاني منه هرم بن سنان. وديل الناس اللي وقفوا الحرب بين داحس، في حرب داحس والغبراء بين عبس وزبيان. وزهير قال فيه أقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم أدركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم إلى آخر ما قال. فكان قاصد هرم بن سنان. وكان هرم بن سنان من الناس اللي نحن بنقول عليهم جلابة، كان غنيان غنى شديد، يعني كان عنده قروش لكن كان بوديها في الصح، فكان يعني بوديها في الصح وكان كريم. وكان كل ما يمدح زهير كان يدي زهير حاجة، يعني كان يديه عطية، لدرجة إنه قال والله ما مدحني زهيرا ولا سلم علي إلا أعطيته شاة أو عبدا أو أما. يعني لدرجة إنه زهير لو سلم عليه وقال له بس السلام عليكم اديه هدية مباشرة. الهدايا كترت على زهير، وزهير حلف إنه تاني ما يسلم على هرم بن سنان. حتى قال إذا وجدوا بين الناس يقول لهم عمتم مساء إلا هرما، وإذا لقاهم الصباح يقول لهم عمتم صباحا إلا هرما، لأنه الهدايا كثيرة. إذا سلم عليه في نص الناس يديه هدية. ولما جزم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وجد أولاد هرم بن سنان فقال له يعني أمدحني بعض ما كان يقوله زهيرا في أبيكم. فمدحوا، أعجب جدا عمر يعني بقول زهير في هرم بن سنان. فقال لأولاد هرم قال له والله لقد أحسن فيكم القول. فقالوا له والله كنا نحسن له العطاء، احنا ذاته كنا بنديه.
فعمر رضي الله عنه رد جميل جدا، قال لهم فقد ذهب الذي أعطيتموه وبقي الذي أعطاكم. يعني اللي اديتوا له خلاص انتهى، لكن الكلمات دي تظل باقية إلى قيام الساعة وإلى أن تنتهي يعني. فعندنا مثل سوداني بيقول الكلمة أطول من العمر. والعرب يعني كانت تخلد ده وتقول وكم من شاعر أحيا القصيدة وبعدها عاش القصيد وماتت الشعراء. فأحيانا الإنسان يقول كلام يخلد يعني. منو معلش أنا ما بتحاور يا منو إيمان، أنا زول بسيط وعاوز أستفيد يعني. أنا ما قصدي. هو كلام مو منطقي. هو قال إنه الشعر بيبقى غاني، فليه الأغاني حرام والشعر ما حرام؟ يعني أول حاجة هو الحاجة اللي فيها الجدال دي الموسيقى وليس الشعر. لا، الشعر حرامه حرام وحلاله حلال. يعني في شعر حرام، في شعر كله مغازل ومفاتن وكله يعني لا يعني يقود للحرام، وفي شعر فيه حماسة وقوة وفيه يعني حث الهمم، فما فيه مشكلة يعني. المشكلة هو وين؟ الأغاني بقت حرام ليه يعني؟ أو فيها شبهة ليه؟ بسبب الموسيقى صح ولا لا؟ يعني نسي أقول على الجمال تغار منا صح؟ ماذا عليك إذا نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى، دنياي أنت ومنيتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. الكلام ده لما قالوا إدريس جماع غناه سيد خليفة. هل إدريس جماع قال لي سيد خليفة غنيه يعني؟ ما مات زمان الله يرحمه إدريس جماع وقال في موقف والناس كلها وقفت عليها. يعني القصة إنه كان في المطار وشاف واحدة جميلة جدا وبيعاين فيها، فقام جا زوج الزولة دي ويعني نهر وقال له أنت بتعاين مالك يا زول. فقام قال له أعلى الجمال تغار منا ماذا عليك إذا نظرنا. الحقيقة الناس أعجبت بالقصيدة، وأنا والله أعجبت بزوج المرأة النهر الزول قال له بتعاين مالك. يعني الناس ركزت في القصيدة، ما ركزت في إنه زول داك شهم وعنده نخوة ورجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصدقة الجارية في اللايف وين؟ كيف يعني؟ هو بيسأل عن إنه العنوان لسه مكتوب وين الصدقة قال هنا يعني. لا الصدقة هاي باسم الناس الطلب بالمناسبة. هو الأستاذ آخر واحد عمل لين 10 طلب معنا 10 ناس. يعني السنة عندك الصدقة ولا ما عندي صدقة؟ أي قست عندي صدقة للأسف. يعني أنا خاطر قانون فما حقدر أشيله وبالتالي اضطريت. الله المستعان يا أخي، الله المستعان. لو إنه بيتكلموا عن إدريس جماعة ما أعرف الحاجة دي ممكن ولا لا. ممكن سؤال آخر. عمر تفضل. كان عمر ده عايز وكان عندك حاجة تفيدنا بيها أنت بتسألنا ليش ما تدينا نحن ذاته نستفيد منك يعني. أمس في اللايف دخل علي واحد قال لي سألك الله يرد لك يقول شنو يا عمر السالك. لو زي النوع ده يا محمد وليد ما بيطلع قص صدقني، قاعد تحت بس ورا كيبورد. دخل علي واحد يعني مسيحي، أنا والله في البداية ما كنت عارفه مسيحي. قال لي الآية اليوم ما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قال لي نزلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرواها منو الآية دي؟ قلت له نزلت بعد النبي. يا زول كده يقول بزول آية شنو نزلت بعد النبي؟ يعني أسئلة ذاتها غريبة جدا. فسألني السؤال الثاني قال لي يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قلت له نعم الآية صحيحة في سورة الأحزاب، المشكلة وين فيها يعني؟ قال لي أنا بعرف إنه الصلاة يعني من الأدنى للأعلى، فكيف الله يصلي على النبي بتاعكم؟ يعني معناها محمد أعظم من الله وأعظم من الملائكة، لذلك هم بيصلوا عليه ما هو بيصلي عليهم. يعني سبحان الله في مفاهيم كده غريبة جدا جدا، نسأل الله العافية والسلامة منها يعني. فقلت له كده أول شيء أعرف المقصود شنو بصلاة الله على النبي وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاتنا نحن على النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود شنو من أي صلاة. والحاجة الثانية أنت بس ليش معنى جاري لي على إن الله وملائكته يصلون على النبي؟ طيب ما ربنا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله بصلي علينا إحنا ذاته. ها رأيك شنو؟ أها يعني يعني دي آية ثانية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم. طيب صلوات من ربهم دي يعني شنو؟ فنحن الحقيقة محتاجين يعني الواحد يكون فاهم. والله الحقيقة نحن في عصر بتاع فتن. يعني دائما قلت لك الفتنة بتنقسم لاثنين، فتنة شهوات وفتنة شبهات. وفتنة الشبهات أخطر وأقوى من الشهوات. يعني الشهوات مهما كان، نسأل الله العافية والسلامة. يعني مشكلة إن الشبهات دي جاية من مسلمين للأسف. هي والله هي ما كانوا جديدة مسلمين. يعني ما جديدة ولا حديثة. فنحن بس نقول الله المستعان وربنا يهدينا ويعلمنا العلم ويزيننا بالحلم ويجملنا بالتقوى إن شاء الله. يا أخي معلش ما أطول عليكم، يعني يكون أطول قسط يا أخي. لا ما في مشكلة، إحنا أصلا كده ما كان فيه السلام عليكم يا شادو، أخونا شادو. يا أخي كيف أحوالك يا أخي؟ إن شاء الله طيب. والله نورت يا أخي، الله يكرمك. ده لايف بتاع أسئلة ما مواضيع، لكن ما علينا. فأوكي شادو ده من الإخوة السوريين المعانا هنا في ألمانيا يعني. ما لقيته في اللايف. صحيح كان لقيته في اللايف صح. طيب يا محمد علي، إحنا هنختم إن شاء الله. طيب نختم إن شاء الله. ما يعني شكرا يا أخي للإضافة، ونورينا بعدين إذا كان في حاجة برجع لك إن شاء الله. تمام. خليه يرد سؤال الطرق الصوفية. الطرق الصوفية مالون يا عمر؟ الله العظيم، نسأل الله العافية. الله يكرمك يا أحمد الإسحاق يا أخي، الله يبارك فيك، الله يكرمك ويعزك يا أخي. أنا بحاول يا شادو البث يكون 6:30 كده. بحاول يعني قبل ساعة إذا كان عاوز أدخل بس، لكن أنت عارف بكرة الجمعة يعني في الغالب ما بقدر يعني. الناس بتتلخبط. نعم. أذكر التوقيت دايما، يعني 6:30 بتوقيت شنو؟ 6:30 بتوقيت ألمانيا السودان. طيب ما تقول 7 بتوقيت مكة المكرمة وخلاص كده. 7 بتوقيت مكة. الآن أنا يعني أنا يا دوب عملت 6 أو 7 لايفات، يعني ما جديد يعني ما. يا أخوي عمر نحن دائما ما الفتوى دائما لا تطلق، يعني لا تكون فتوى مطلقة. كويس. وأنا قعدت مع أنصار السنة، قعدت مع السلفية، قعدت مع الأخوان المسلمين، قعدت مع الصوفية. أنا حفظت 19 جزء في المسيد بتاع الصوفية اللي أنت بتقول عليه ده. 19 جزء متتالي حفظتهم في المسيد. كويس معك. قعدت مع كل الأطياف دي وعاشرتها وبعرف ده فهم شنو شايت على وين. فما تطلق فتوى، يعني لا تجرم كل الناس ولا تبرئ كل الناس. يعني نحن بنجرم العمل ما بنجرم العامل. يعني الآن أنا لو تكلمت عن الفن والغناء والرقيص كويس وقلنا إنه حرام، طيب لو لاقيت واحد فنان أنا عارف إنه فنان، هل أقول له أنت آثم، أنت كذا أنت كذا؟ لا، ما الدين ما أمرنا كده، لكن أمرنا إنه نتعامل معه بالتي هي أحسن، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة صح والموعظة الحسنة. فأنا أذكر واحد كان دخل عليه واحد بمداخلة وقال لي فلان كافر بالاسم. قلت له يا شيخنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلان كافر كيف؟ قال لي لأنه تارك الصلاة. أنا عارف إنه تارك الصلاة. وإنت قال لي أنت ذاتك زول متملق لي أنا. قال لي أنت زول متملق ويعني ماخذ الدين كده الدين كيوت وما بتقول الحقيقة. الزول ده تارك صلاة والحديث واضح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، وبين الرجل والكفر ترك الصلاة. فالرجل ده تارك الصلاة، أنت ما تقول كافر بتخجل من شنو؟ خايف من شنو؟ قال لي. قلت له أول شيء كافر دي يعني ما تقال هكذا، يعني أنا عارف إنه تارك صلاة، لكن اللي بكفر ده ما أنا ولا أنت. اللي بكفر ده يا إما القاضي يا إما الحاكم اللي هو الإمام هو يا إما القاضي الشرعي يا إما الحاكم. وبعد ذاك ذاته بمراحل. أنت بتجيب الزول التارك الصلاة ده، أنت تارك الصلاة مالك بتسأله
يمكن عجزان كسلان كده، يعني تقوم تقول لي خلاص ارجع صلي. طيب اذا قال يا اخي انا تاركها لانه الصلاه انا ما مقتنع بها وما شايفها ذاتها من الدين، ده هنا بيكون كفر. لكن ما على طول انت بتكفره، لا، بتديه فرصه، بتستتيبه 3 ايام. يا اخي يا شيخنا الكلام ده كفر، وده بيطلعك من الدين، وحكمك كذا كذا كذا، وبتستتيبه. فانا ما قاضي ولا ده، انت كيف تحكم على الناس انه ده كافر؟ بعد ذاك انت والناس وصلت لدرجه انه بيحكموا بمصير الناس، والله فلان ده من هنا والنار مباشره، وفلان ما تقول الى جهنم وبئس المصير. قال لك منو انت الى جهنم وبئس المصير؟ يا اخي يمكن تاب في اخر لحظه له. النبي صلى الله عليه وسلم قال وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها وبينه ذراع، خلاص جنب النار، قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. رايك شنو في الكلام ده في اخر لحظه؟ وعندك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر عن رجلين صلى الله عليه وسلم، وقال احدهم للاخر والله ان الله لا يغفر لهذا. يا اخي ده وصل مرحله من الذنوب، قال ربنا والله ما بيغفر له. فالله عز وجل غضب من الكلمه، قال من الذي يتألى علي؟ ده من هو اللي بيفرض علي انا اغفر له ولا ما اغفر له؟ واشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهذا واحبطت عمل هذا. رايك شنو في الكلام ده؟ فنحن دائما الفتوى انت ما بتطلقها، الفتوى احيانا بتحتاج فيها تفصيل، واحيانا يخليها الفتوى الطبيب الدكتور لو ادى نفس العلاج لكل الناس كان مات نصهم. ما بدي نفس العلاج، بدي بجرعات معينه وحسب عمر معين وحسب اوزان واحجام وحسب الحاله، حسب الحاله ذاتها. ما بدي نفس الجرعه. ده الطبيب في الدنيا هنا، ده طبيب. خليك من المفتي. ما بدي نفس الدواء بنفس المقدار لكل الناس، لا، ما في حاجه زي دي هنا. فنحن محتاجين الفتوى. يعني ابن عباس ما روي عنه انه جاء واحد وقال له يا ابن عباس يعني هل الله عز وجل يغفر يعني لرجل قتل؟ قال له نعم، ان الله غفور رحيم، ومن الذي يحول بينك وبين مغفرة الله عز وجل؟ فجاء آخر قال له يعني الله عز وجل يغفر؟ قال له لا، أصله قال له ربنا ما بيغفر كله شديد العقاب، والله قال له إلى جهنم. فنفس الفتوى هنا يقول له شديد العقاب وهنا يقول له غفور رحيم. فواحد من التلاميذ سأل قال ابن عباس يعني أتفتي لهذا بكذا وتفتي لهذا بكذا؟ قال ابن عباس قال رأيت في الأول انكسار فعلمت يعني أيقنت أن هذا قاتل ويريد أن يتوب، ولا أريد أن أحجبه، أن أكون حاجبا بينه وبين التوبة. ورأيت في الآخر غير ذلك وعلمت أنه يريد أن يقتل ثم يتوب، فأردت أن أمنعه من القتل. فهي الفتوى ذاتها محتاجة لحكمة، محتاجة لتفصيل، محتاجة لكذا. يعني ما في واحد بيفتي على المطلق يعني. لا جاهزين يفتوا على المطلق. نسأل الله العافية والسلامة. نحن بنجرب العمل لكن ما بنجرب العامل نقول ربنا يهديه. يعني أنا ما برضى إنه أخواتي المسلمات، يعني واحد معليش يعني من غير ذكر الأسماء، لكن مثلا لقيت ممثلة من الدولة الفلانية وهي مسلمة وعربية زيي ومسلمة وكده، يا أخي أنا ما برضى لها والله يا أخي، الموضوع ده فسق. لكن هي في حد ذاتها نقول الله يتوب عليها. إذا لقيتها ما بقعد أصر لها وشيها وأقول لها أنت إلى جهنم وأعوذ بالله منك. ليه يا أخي أنت كده بتزيد يا أخي، أنت بتزيد في البلد اللي هي فيه يا أخي. انصر أخاك ظالما ومظلوما. معليش يعني طولنا عليكم يعني قالوا كترت الكلام سمحة في القراية. لا أنت رديت على شو هذا، إن شاء الله يكون عمر اقتنع. والله في نوعية يا أستاذة إيمان يعني بتعرفي عنزن ولو طار. سمعت بيها ولا ما سمعت بيها؟ دي راقدة في التيك توك. دي راقدة في التيك توك. هم اثنين اتغالطوا في الشارع يعني، قالوا ده الصقر والثاني قال له لا عنز. يا شيخنا ده الصقر، قال له والله يا عنز. الكلام ده أورد ابن كثير. يا شيخنا الصقر واضح، قال لي لا والله دي عنز. قال لي طيب البعيد شنو مش نشوفه؟ فدنوا على البركة براسه، فلما حصلوا قربوا ليها كده لقوه الصقر والصقر طار قدامهم، قام قال له والله عنزن ولو طار. كان طار الغنماية قال لي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي نوعية نسأل الله العافية والسلامة يعني. نوعا قصدي عمر اختفى أصلا. يعني أنت هسه دقيقة، يعني التوجه بتاع الهناية اللايفات شنو؟ إذا ينفع نسألك يعني. أنا بالنسبة لي اللايف يعني أنا بذكر حتى الجست، أنت داخل لايف أول شيء أتذكر إنك بتضيع زمن الناس. يعني في ناس بيقعدوا يشاهدوا، فأنت يا إما تضيعوا في الخير وربنا يديك أجر وتستحضر النية، يا إما تضيعوا فيما لا يفيد وتاخد إثمك وإثم غيرك. نسأل الله العافية والسلامة يعني. فأنا قاعد مثلا قاعد حتى ولو أحيانا يكون اللايف كله خير وكله دين وكله معلومات وكله شيء مفيد، لكن نيتي أنا داير أظهر، أنا داير الناس يقولوا والله الطيب ده ما في زول زيه، الناس تعمل لي لايك والناس تشير، وأنا بنبسط بالحاجة دي، يعني يغريني الحاجة دي بتغريني. فهنا الناس بتلقى أجر لأنه نواياها طيبة، لكن أنا بلقى إثم. والكلام ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى يوم القيامة أول واحد يسعر به النار إنه يؤتى برجل هو عالم، وقيل حافظ القرآن يعني قارئ القرآن، يعني ربنا بيذكر النعم، أنا أنعمت عليك بكذا وبكذا ففعلت شنو؟ فيقول له يا رب أنا تعلمت القرآن وعلمته فيك، فالله عز وجل بيقول له كذبت، إنما فعلت ليقال وقد قيل. فأنا بدخل لايف والله نسأل الله إنه يعني يصلح نوايانا وتكون خاصة لوجهه الكريم. يعني الواحد يقول حتى لو دخلت قست، يعني الواحد أحيانا يكون كلامه طيب وكلامه سمح والناس تشيد به، إذا كان المقصد هو الإشادة معناه أنت خسران. يعني ولمس كان في خطبة هنا، كان في ألمانيا، صليت الجمعة وصلت بيهم أنا ذات الجمعة، كان هنا في ألمانيا. فواحد من الناس الممتازين جدا يعني من أخواننا اللي ربنا ما شاء الله فتح عليهم بالعلم يعني، فيتكلم معي في الحتة دي، قلت له والله تعال نحسب الحسابات كده بالمنطق، يعني بالمنطق كده. الخطبة دي لو كانت جميلة وكل الناس قالوا والله ما شاء الله شيخ الطيب ده وحد وبس براو كده المفروض يكون هو الإمام، كل الناس عملت لايك، أنا بستفيد شنو يعني؟ يعني غايته لو خيروني، لو أصلا هي خسارة لخسارة، أي زول عجبته الخطبة يخط لي 10 يورو، أنا كده بستفيد. يعني تخيل يعني 500 نفر بيصلوا، لو أي واحد خدت عليه 10 يورو والله أنا بستفيد. لكن ال 500 لو قالوا والله الخطبة تمام والله أنا خسران، يعني ما حأكسب أي حاجة، يعني ما حألقى أي حاجة، بلقى عذاب. لا بس ما دين حيمشوا يجيبوا ناس تانيين وكده، بدل يبقوا 500 يبقوا 1000. بيقوا 1000 لكن كلهم بيقولوا تمام، بس يعني ما بدوني حاجة، أنا بتعذب في حاجة يعني أنا ما مستفيد منها. يعني تخيل في 500,000، يتخيل 500,000 قالوا الخطبة تمام، أنا ما استفدت. لكن ال 500,000 دي لو أي واحد اداني يورو بيكون عنده 500,000 يورو، خير أتعذب في شيء استفدت منه. أيوه. فهي خسارة يعني. الواحد اللي بيزعل إنه يعني إنه الناس تمدحه وكده، ده زول ما فيهم أي حاجة في الحياة، يعني نسأل الله العافية والسلامة يعني. معلش طولنا على الناس يعني، حبسناهم. الشير بيجيب الرغم، ما هو قال لك الفكرة ما في الرغم، الفكرة في إنه الرغم بيجيب شير أي بعدين أنا بدخل لايف عليك الله شير، والله عندي كلامي سمح. ها هو عشان كده قلت لك التوجه بتاعك اجتماعي ما ديني، أو اجتماعي ديني صح؟ بس بالضبط اجتماعي ديني إن شاء الله بإذن الله، يعني بإذن الله، وربنا يوفق، ونحن ذاته بنستفيد من الناس، ما عاوزين نخلي الناس تستفيد مننا. نحن بعض الأخطاء عند المضيفين بيقول لك شير عشان الناس تستفيد، يعني بدي نفسه مقام إنه الله العظيم الناس اللي بتابعوني دائما بيستفيدوا وأنا بقدم الخير وكذا، يعني بدي نفسه مقام. انت اللي قال لك منو؟ انت في نفسك محتاج، يعني انت وصلت انا بالنسبه لي الى الان انا بقول انا لسه في مرحله بتاعت انبوت، يعني ما في مرحله بتاعت اوتبوت، ما وصلت مرحله من العلم انه خلاص الناس تستفيد، وما في عالم بيقول انا وصلت المرحله دي. يعني الله عز وجل علمنا، قال وفوق كل ذي علم عليم، والله عز وجل علمنا الحاجة الوحيدة اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يستزيد منها كانت العلم، وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما، يعني ما قال قل ربي زدني جاها ولا مكانة ولا رفعة، لا قل ربي زدني علما. فنحن محتاجين نتعلم، ما محتاجين إنه وصلنا مرحلة نعلم، نسأل الله العافية والسلام، الله يهدينا بس يعني نقول. فبعض الناس يعني بعض المضيفين يفتح لايف وأي صح يكون كلامه طيب وقرآن
وبيناقش قضايا مهمة، لكن يظن في نفسه إنه أنا الناس بتستفيد مني. والله يا أخي أنت استفيد، يعني تستفيد لرقبتك أنت أول شيء، استفيد في نفسك أنت أول حاجة. والله يهدينا يعني. اللهم آمين. زي الناس كده. أهلا يا سوداني، وعليكم السلام. أنت حصل دخلت المنصة بتاعت سوداني دي؟ والله يا أخي كيف دخلت كذا مرة، والسوداني ذاته جزاه الله خير دخل معي في استضافة زي الاستضافة حقتك دي يعني. معناتها عشان أنا عرفتك الناس ده عرفوا الحساب بتاعك. لا الله أنا يعينك. ما حصل هتلقى دخلت زي الجماعة ده ضيف، كتاب. ما دخلت ضيف نهائي يعني. أنا بس بستفيد، يبي أشوف الحاصل شنو لا، من إذا بعيد هو يعني. جاء منصتك ورفعته بعد ده تقول يعني خلاص هيفتح عليك باب كده ما حد عارف تقفله. الله المستعان يا أخي، الله المستعان. شكرا يا ماري يا رب، وياك يا رب. طيب نختم يا أستاذ طيب. خير إن شاء الله. طيب نقول إيه الناس اللي بتعمل فيها مثالية في السوشيال ميديا؟ والله يا أخي أنا مثالي يا الدرباوي، أنا زول مثالي يا أخي. تعال الناس اللي بتفتح باب شنو يا سوداني، خلينا ساكتين. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. هي زول بيجي يتكلم عن الدين بيجي إنسان، بيجي شيخ، ولا بيجي ما يشوفه بس في لايف تاني. والله الشيخ حبابك، لا والله والله عرفت انك يا الدرباب ما قاصد شيء والله، وانا ذاتي قلت عليك يعني هزار، ما اقصد شيء والله. ما اظن انا بك ظن سيء يا الدرباب، ما تاخذ في بالك والله. سوداني انت زعلت ولا شنو؟ يعني انا ما قصدي حاجة والله. في شنو علينا الناس دي مالها حساسة كده؟ ولا انا اللي بقيت، نحن اللي بقينا باردين زيادة عن اللزوم. انت انسان بتجيب صنف معين في لايفك، فاذا لما تطلع معانا جست وتكون فاتح التتبع نحن الناس هتعرفنا. فتاني لو قلنا صورة الفاتحة ساي حيجي يقول لنا يجيبوا دليل. شيخ الطيب فيها بيقولوا أي زول يتكلم عن الدين ويقولوا تاجر دين، أي زول بيتكلم عن الدين معناته شيخ، المفروض ما يغلط. ابو عباس، يا ابو عباس انا ما عرفتك والله، انت ابو عباس فخري ولا ابو عباس من اصله ما عرفتك؟ طيب يا سوداني أنا آسف. الناس ما تتحسس يا جماعة عادي. بعدين أنا تعرضت للحياة دي أصلا قبل ما أدخل لايفك، ولا أصلا كنت الوقت ذاك تطلع عندي ولا أي شيء، ولا كنت تفتح لايفات زي دي، فتعرضت لأسوأ من كده يعني. فما حيغلبوني ده المعروف توجههم، أنا كنت بتعرض له وكانوا ما معروف توجههم أصلا. انا عاوز اقول لك على حاجه. انا مره في واحد من المساجد اتكلمت عن فتوح خيبر، فتوحات خيبر. حتى يعني بس عشان ما اطول على الناس القاعده، قلت لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وكان من ضمن السبايا صفية بنت حيي بن أخطب، وجاء واحد من الصحابة قال عاوز جارية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وخذ جارية. دي القصة كده كما أورد صفي الرحمن المبارك فوري في كتاب الرحيق المختوم. فجاء واحد من الصحابة تاني قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل لما أخذ صفية بنت حيي. فجاء واحد من الصحابة قال له يا رسول الله، يعني هذه أبوها ملك وزوجها ملك، ويعني عائلة بتاعت ملوك عند اليهود، والله لا تليق إلا بك. ولنظرة النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة والفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص خليها وخذ غيرها يعني. فلحد هنا دي القصة اللي رواها منه
رواها صفي الرحمن المباركفوري وغيره قبلها يكون رويت في ابن إسحاق وابن هشام. فأنا قمت أضفت تعليق على كلام المباركفوري وقلت عشان ما يجي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار لنفسه الأجمل وصاحبة المقام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا اختار هو أولا ثم بعد ذلك قال للصحابة خذوا. ده رأينا بالتحديد يعني. فتخيل اللي حصل شنو، يعني اتهمت بأنني أسئت للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى جاني واحد من العلماء وقال لي يا أخي أنت أسئت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلت كلام كبير جدا. قلت له يا شيخنا أنا دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي لا أنت أسئت للنبي. قلت له أسئ للنبي في المسجد، أنت المحاضرة ما حضرتها معانا أصلا، وأسئ للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كويس وبالميكروفون وسط حي مسلم. يا أخي اتق الله، يعني الناس اللي قاعدين دول كلهم ما بيفهموا ولا الناس اللي في الحي برا ما بيفهموا، ولا أنا يعني لو في واحد سكران بيخش المسجد بيسئ للنبي في المسجد وبعدين دي إساءة للنبي دي يعني أنت كده بتطلعني من الدين نهائي، معلش. يعني أنا يعني المواقف أنا تعرضت لها كتير جدا، حتى بعضهم قال لي يا أخي أنت شيعي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمهم المواقف هي كثيرة مباشرة، يعني إذا كان دي الميديا يا دوب أنا تعرضت لمواقف مباشرة ولكن إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان بها الكرام فهاتها. نحن إن شاء الله عارفين بنعمل في شنو، ربنا يثبتنا إن شاء الله، الله يهدينا ويصلحنا، يعني يصلحنا ويصلح أحوالنا ويهدينا لما فيه الخير ويثبتنا. آمين آمين إن شاء الله. يا سوداني، يعني والله العظيم ما أعرف أقول لك شنو إذا زعلت من حاجة زي دي. يعني مهم، يعني هي النية معروفة يا جماعة. بعدين هو السوداني بقى يفتح المواضيع دي، يعني ما لك أظن ما تميت سنة أنت ولا 6 شهور. وأنا أصلا فأفتح المحتوى ده من كم، من 2 شوية. فتتوقع إن مثلا يا دوب بدوا يظهروا لي الناس ديل. عموما خلينا نختم، نمشي نشوف لي صلاح حسين، عصر قرب بدل محمد وليد السوداني ما عندهم موضوع. عليكم السلام. بدري من عمرك يا محمد وليد، نحن فاتحين من الساعة 2، يعني بعد 20 دقيقة حتجيب ساعتين. أنا ما كنت بتحمل، يعني أنا زمان يا أستاذ الطيب بفتح 4 ساعات 5 ساعات عادي. الساعتين دي ما قادرة أتحملهم، ما أعرف ليه. والله أنا بالنسبة لي الواحد لما يكون محدد زمنه أفضل، يعني ما يخليه أوبن، ما يخلي اللايف أوبن يعني فاتح، يعني الزمن غير محدود. الحاجة الثانية هو بالنسبة للرسالة، يعني لأي واحد داير يفتح لايف أو أي واحد داير يظهر على الميديا، يوم من الأيام حيتعلق بالميديا. يعني كل ما يشوف نفسه زهجان بس حيقوم يفتح لايف، حيقوم يشوف التلفون، حيتعلق بالتلفون، حيكون الميديا دي حتكون هي أسرته، هي أصدقائه، هي المنفس حقه، هي كده. فما يتعود على الحاجة دي. أنا ما من أنصار الحاجة دي أبدا، يعني إنه يكون البناء اللي شغال في الخرطوم بتاعت الفا دي. أنا ما أعرف ده قبلتيه أنت ولا أبو تمني ده؟ أنا ما قبلته. أنا شكلي فاتحة القبول الانتقائي أحسن. يا محمد وليد ما بفتح الساعة 3:30 صباحا. تخيل افتح زي الوقت ده حيجوني الجماعة دول كلهم، بس أنا الله يفات الصباح كان صوتها لسبب. عليكم السلام. يلا بس أنا قلت نفس الكلام، يعني إنه الواحد هو الارتباط والتعلق بالتلفون ذاته في حد ذاته مشكلة. والله إن كان في نصيحة بقولها، والله أبعد من التلفون ونجاحك مضمون. كده اكتبوا كده حكمة عديل.
يعني التلفون ده احيانا ياخذ منك الفكر، ياخذ منك لكن في حاجات محتاجة انك انت يعني مثلا زي التيك توك ده، عشان انت اصلا تثبت رجلك محتاج انك في الاول تكون فاتح طوالي والله انا ما عاوز 3 أيام اثبت كانت رجلي استراحة ذاته واثبت طوالي. رجلي لشنو. انا عندي ولا دار اثبت رجلي في التيك توك. يعني كان التيك توك كله وصلت مليون متابع، يعني شنو بالنسبه لي؟ انا عندي حاجه معينه، رساله دار اوصلها، واتمنى انه ربنا يوفقني فيها. يعني اتمنى انه ربنا يوفقني فيها. فمتى ما القى زمن بقدم رسالتي. اما انه اكون قاعد حارس التلفون كده، حارس التلفون ده طوالي، وتصل مرحله انك مثلا والله انا بدخل مباريات يعني بلقى في ناس، نسال الله العافيه والسلامه. تخيل يعني واحدين داخلين بيقول لها مباراه ولا بيقول اسمها جوله، مش جوله، يقول لك جوله تهزيء. تخيل زول 24 ساعه بهزئ في الثاني بس كده، يعني ذات الناس بيشجعوا عشان بهزئ. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اديت نفسي يعني فتره، يعني فتره من الزمن كنت قلت كده نشوف الناس دي يعني فهمها شنو. فلقيت ليل نهار داخل يهزي بس في الضيف المعاه في الطرف الثاني في الجوله، وانت يا كده ويسكورني انا اعلى منك، اسكت اسكت ما شاء الله تبارك الله، ويبدا. طيب انت يا شيخ انت عارف ان الكلام ده كله محسوب عليك؟ يعني لو لقيت 100 لايك ولقيت اسد ولقيت ما عارف شنو، ده كله بإثم، ده كله إثم عليك، وربنا سبحانه وتعالى يسألك من الحاجة دي. يعني انت فاكر انه التيك توك ده يعني هو جزء من حياتك، بعدين حيكون جزء في صحيفتك يوم القيامة. يعني بيجي بيسألك ربنا سبحانه وتعالى، بيسألك منه، هو جزء من صحيفتك. انت بتملى في صحيفتك املاها خير ولا املاها غير خير، على كيفك انت. يعني اذكر كان واحد من العلماء كان بيتكلم معانا، قال انا سئلت سؤال في الامتحان، كان نحن كنا في جامعة الخرطوم، فقال سئلت سؤال في امتحان، و قال انا والله العظيم اثناء ما بكتب في الاجابه، قال انا استحضرت انه اللي انا بكتبه كانه ما انا بكتب في صحيفتي. يعني تخيل واحد وصل مرحله من الورع انه حتى اللي بيكتبه في الامتحان قال كانه انا ما بكتب في صحيفتي، لانه كان هو قارئ اصول دين تقريبا او كده. فنحن يعني الناس وصلت مرحله يعني ما عارفه انه التيك توك ده جزء من حياتك، اذا هو جزء من صحيفتك يوم القيامه، جزء من صحيفتك يوم القيامه. انت بتجي اللي انت قلته في التيك توك، انت عملت لايك للزول ده ليشنو؟ الزول ده عملت له لايك ليشنو؟ كان واحد مره ادانا محاضره من مشايخنا يعني اللي انا بحترمهم جدا، الله يرحمه، كان توفى يعني، الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله يتقبل منه. فقال مقوله عجيبه جدا، قال انت مثلا بتحضر الاخبار قال يوم القيامه انت بتقول يا اخي انا عاوز اكون مثقف، وشيء طبيعي يعني ما بهمه امر المسلمين، اكيد ما من المسلمين. فقال ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم خائنة الأعين، والدقة في اللفظ القرآني، ربنا ما قال يعلم الأعين الخائنة، يعني ما قال العين هي خائنة كليا، قال خائنة أحيانا عندها خيانة، لما تعمل الخيانة دي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمها. فقال انت مثلا بتحضر الأخبار لكن عجبتك المذيعة، بقيت تكشف كده في المذيعة كده دعاين تمام. فقال يوم القيامة بتجي شنو؟ يعني الملائكة كمان دقيقين، يعني بيقول الزول ده حاضر الأخبار وعاين في المذيعة قاعدة، يعني بتلقاها قاعدة. فأنت تخيل يعني يوم من الأيام أنا فاتح لايف ولقيت ما شاء الله يعني البنات ما شاء الله معجبات جدا بأستاذ الطيب ده، فأنا ذاتي عجبتني إنه البنات يعجبون بياس، حاجة جميلة يعني بالمناسبة يعني. فأنت تخيل إنك تكون عامل وشغال للحاجة دي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وينسى الحديث إنه من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه، يعني دي من الأشياء اللي بتدخلك النار. طيب أنا يا عنكبوت أنت حضرت لي خطبة ولا بتتكلم ساي؟ الله يهدينا ويهديك يا أخي، نسأل الله العافية والسلامة يا أخي. فزي ما داير اقول يعني الانسان يكون دقيق يعني انت يوم القيامه بتكون مسائل من الاشياء دي. الله يهدينا كلنا ان شاء الله، الله يهدينا كلنا، ربنا يهدينا ان شاء الله، يكتب لنا الهدايه. ما نطول عليكم يا جماعه، والله طولنا عليكم عديل كده. طيب بس جودة التلاوة حدث لنا صح؟ والله ان شئتم تلونا يعني إن شاء الله. طيب بس شكرا لل10 ناس شاركوا، ربنا يتقبل صلواتكم. شكرا كمان لسيف
الراعي الأول للصداقات دي. وشكرا لكل المشرفين، جزاكم الله خير. شكرا أستاذ الطيب على الكلام الطيب. بعدين بالمناسبة صحيح أنا كنت عايزة أسألك، أنت راضي عن الفيديوهات اللي بتنزل ولا لأ؟ أنا ما قاعدة أشاورك، قاعدة أنزل بس. الفيديوهات هات أنا ما شفتها يعني. مرات بتجيني تسجيلات بتاعت كلامك يعني في اللايف، فبنزلها في الصفحة. ما شفته والله، ولا واحد ما شفته. أنا ما قاعد أقعد كثير في النادي إلا أشوفه من جديد. الحمد لله إنك ما شفته. والله ما شفته من الآن يعني عموما لو حصلت حاجة زي دي أنت راضي صح؟ عشان ما إن شاء أكون الله إن شاء الله. ما أنا قلته على الملأ يعني. دي ما كاميرا خفية، ها نزيع ولا ما نزيع؟ لما اللايف بيتنزل الفيديو ده بيقعد ممكن زول ينزله ويجي يجيك اللايف هناك يقول لك انت قلت كده وكده وكده، طلعك لا لا إن شاء الله حاجة ثانية. إن شاء الله ما أقوله إذا كان خطأ الناس تصححنا يعني، ما في مشكلة. بيراتا، معلش أنا قريتها صح، دي بيراتا. والله نحن الألماني ده خلانا الإنجليزي وما عرفنا نقرأه كويس. كنت حقراها بيغاتا ذاته في بالدويتش يعني. عموما شكرا لكل المشرفين، معتصم محمد وليد وكل الناس المتواجدين، جزاكم الله خير. ومعلش اللايف الليلة ما كان فيه أسئلة. بكرة عايزين نعمل مسابقة بس ما معروف حسب إن شاء الله. طيب هنسمع التلاوة من تلاوة الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كان هناك فضل فهو من الله عز وجل، وإن كان هناك خطأ فمني ومن الشيطان. الله شيخ الطيب. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين
ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. صدق الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب نتلاقى إن شاء الله بعدين في الساعة 7 توقيت مكة المكرمة عند الأستاذ الطيب يا جماعة. اللي نعمل له فول اعمل له فول. 7:30 خلاص. طيب 7:30 عشوية هتعمل توي عشان إن شاء الله ما بطول يعني بتوقيت مكة 7:30 إن شاء الله. بتوقيت السودان 6:30 إن شاء الله. إن شاء الله. طيب في أمان الله إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.